كل جيل ليه حكايته وليه طريقته في التفكير وليه أحلامه وخوفه وأحلامه اللي ساعات الأجيال اللي قبله مش بتفهمها. النهاردة هتكلم معاكم عن الفجوة بين الأجيال، الفجوة اللي ساعات بتحط حواجز بين الأولاد وأهاليهم رغم إن قلبهم مليان حب لبعض. تعالوا نعرف مع بعض ليه الفجوة أصلا بتحصل وإزاي ممكن نفهمها وكمان نعديها. طبيعي جدا إن الزمن بيتغير، والتغيير ده مش بس بيغير في شكل اللبس ولا طريقة الشغل، ده كمان بيغير في طريقة التفكير. يعني مثلا زمان كانوا شايفين إن النجاح هو إن الواحد يلاقي وظيفة حكومية وأمان واستقرار. النهاردة لأ، الشباب بيدوروا على شغفهم، بيدوروا على حاجة بيحبوها حتى لو فيها مغامرة شوية، وده لوحده بيخلق فجوة. الفجوة كمان بتحصل لأن كل جيل بيتربى في ظروف مختلفة. جيل أهالينا مثلا عاش أوقات كان فيها تحديات كبيرة جدا زي الحروب والأزمات الاقتصادية وكمان قلة الإمكانيات، فكانوا مضطرين يعتمدوا على الواقعية والالتزام الشديد. لكن الجيل الجديد عاش مع انفتاح أكتر، وسائل تواصل أسرع، السوشيال ميديا خلت كل الدنيا مفتوحة قدامه. تخيلوا بقى واحد اتربى على إن الطموح يعني وظيفة ثابتة وأمان مادي، وواحد تاني شايف إن الطموح هو يحقق نفسه حتى لو عن طريق المغامرات، ستارت ابس، سفر. أكيد يبقى فيه سوء فهم ومش قلة احترام ولا قلة تقدير، بس كل واحد شايف الدنيا من نظرته الخاصة. الأهالي ساعات لما بيواجهوا ولادهم بيكونوا فاكرين إنهم بيحموهم، والولاد لما بيحاولوا يتمسكوا بأحلامهم بيحسوا إنهم بيكافحوا عشان يثبتوا نفسهم، وهنا بيظهر الصدام رغم إن الأصل هو الخوف والحب مش العناد. تعالوا بقى ناخد شوية أمثلة بسيطة. أب بيقول لابنه اشتغل أي حاجة وخلاص، المهم مرتب ثابت، والابن بيرد أنا عايز أفتح مشروعي الخاص. أم تقول لبنتها الجواز أهم من الشغل، والبنت تحلم تبقى دكتورة مشهورة الأول. في كل موقف مفيش حد غلط، بس كل واحد شايف الحياة من منظور مختلف. في الآخر مفيش حد غلطان ومفيش حد صح طول الوقت. الحل الوحيد عشان الفجوة دي تصغر هو إننا نحاول نفهم بعض بجد، مش بس نسمع، لأ، نفهم. نسأل بعض ليه بتحب كده وليه خايف عليا كده، ونفتكر دايما إن القلب اللي بيحب حتى لو بيقول كلام انت مش فاهمه أكيد عمره ما هيكون ضدك.